انسى أي كلام عن الموتيفيشن، ده كدبة عشان تحس إنك جامد 5 دقايق وخلاص. الموتيفيشن هو إنك تستنى مودك يبقى حلو عشان تقوم تخلص اللي وراك. الالتزام هو إنك تقوم تعملها غصبا عنك. مش مهم عندي الشغف بتاعك، الشغف ده بيطير بسرعة. المهم إيه وضعك في الأيام اللي بتبقى كاره فيها الشغل. هي دي اللحظة اللي بتعرف فيها أنت مين بجد. وخلي بالك، الناجحين مش طول الوقت مولعين حماس، هم بس مستمرين، بيكملوا حتى لما بيبقوا مش طايقين نفسهم. فبطل تجري ورا الإحساس، وبطل تستنى الوقت الصح، ولما تيجي الساعة 9 بالظبط إيه ده بقيتوا 10، لا هستنى بقى الساعة 10. الوقود الوحيد اللي محتاجه هو الالتزام، الكوميتمنت. بيتصنع جوه دماغك، مش بتاخده من كورس تحفيزي وكلمتين في فيديو، حتى زي الفيديو بتاعي ده. قوم اطفي الفيديو وابدأ دلوقتي، أيا كان اللي عايز تخلصه. ده صوت جوه دماغك لسه مش مرتاح بس لسه بيشتغل. سؤال: ايه الحاجة اللي هتعملها النهاردة حتى لو ملكش نفس خالص؟ اكتب في الكومنتات، يمكن يطلع في حد زيك.